يلا بينا ناخد صيغة الأمر الإمبيراتيف. الأمر ده بستخدمه في إيه؟ في الأوامر commands أو إعطاء النصيحة الadvice أو instructions التعليمات. افعل ولا تفعل. أكونه إزاي بقى؟ بيقولي مصدر الفعل the base form مصدر الفعل زائد باقي الجملة. تعال نشوف أمثلة في الأوامر. مثلا بيقولي sit down اجلس أو stop talking توقف عن الحديث. طبعا استخدمنا الفعل في المصدر زائد باقي الجملة. في النصيحة بيقولي drink more water اشرب مياه أكثر. we go to bed early اذهب إلى النوم مبكرا. في الانستراكشنز التعليمات بيقولي turn on the computer افتح الكمبيوتر. we open your book افتح كتابك. تعالى بقى ناخد النيجاتيف imperatives. احنا خدنا فوق الإثبات اللي هو ايه افعل كذا، انما في النفي بقى لا تفعل كذا بنستخدم ايه؟ بيقولي don't زائد مصدر الفعل زائد باقي الجملة. فوق كنا بنستخدم المصدر وباقي الجملة، دلوقتي هنحط قبلها don't run in the hallway لا تجري في الممر. don't be late لا تتأخر أو لا تكون متأخرا. don't talk in the library لا تتحدث في المكتبة. يبقى بنجيب مصدر الفعل وباقي الجملة لكن بنحط قبلهم don't لا تفعل كذا. النوت دي بيقول you can use never زائد المصدر to mean strong form of prohibition. ممكن تستخدم never والمصدر عشان تعني صيغة قوية للمنع. مثلا لو قلنا don't run لا تجري، لو قلت never run لا تجري أبدا. تمام، يبقى دي منع ولكن بطريقة أشد. never waste your time لا تضيع وقتك أبدا. يبقى استخدمنا ايه؟ never زائد المصدر بدل don't، و never أشد من ايه؟ من don't، يعني صيغة أقوى في المنع أو التحريم. هنا بقى بيقولي should ينبغي أن و shouldn't لا ينبغي أن. بستخدم should و shouldn't في ايه؟ بيقولي نستخدم should لإعطاء النصيحة أو تقديم الاقتراحات. هل استخدمها مثلا لما الدولة تفرض قانون تقول يجب عليك أن تفعل كذا مثلا؟ لا، ساعتها بستخدم have to أو must. إنما should بتيجي مع النصيحة أو الاقتراح. تعال ناخد بقى في الإثبات. بيقولي في الaffirmative فاعل should والمصدر you should plan your day لازم تخطط يومك. you should respect your school rules لازم تحترم قواعد مدرستك. في النيجاتيف بقى في النفي بيقولي فاعل و shouldn't والمصدر you shouldn't spend too much time on screens المفروض ما تقضيش وقت كثير على الشاشات. you shouldn't talk in the library المفروض ما تتكلمش في المكتبة. يبقى زودت not بدل should بقت shouldn't، زودت not بس. صيغة بقى الاستفهام. يعني ايه صيغة الاستفهام هنا؟ يعني بسأل هل من المفروض أعمل كذا؟ هل ينبغي علي أن أفعل كذا؟ بكونها ازاي بقى؟ بجيب should أحطها قبل الفعل. بدل ما كان you should مثلا drink water هتبقى should you drink water؟ should we take a break هل من المفروض أن نأخذ ايه؟ فترة راحة. الإجابة يا إما yes you should يا إما no you shouldn't. السؤال بقى بأداة الاستفهام. بحط أداة الاستفهام قبل should أو shouldn't وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر زي ما اتعودنا. ناخد مثال بيقولي what should you do when you feel stressed؟ ماذا يجب أن تفعل عندما تكون مضغوط أو تشعر بالضغط. you should يجب أن spend time أن تقضي وقت with your family and friends مع عائلتك وأصدقائك. تعال بقى نحل الأسئلة دي. بيقولي it's a good idea to eat breakfast before school. فكرة جيدة إن أنت تفطر قبل ما تروح المدرسة. لو هستخدم should هتبقى إيه بقى؟ فكر كده. طبعا you should eat your breakfast before a school. بيقولي it isn't good to forget your homework. مش جيد ان انت تنسى الواجب بتاعك. لو هستخدم don't هتبقى ايه؟
طبعا افتكر كده التركيب كان don't زائد المصدر زائد باقي الجملة. فين المصدر هنا؟ فين الفعل؟ forget، يبقى don't forget your homework. السؤال اللي بعده don't stay up late every night، ما تفضلش سهران لوقت متأخر كل ليل. لو استخدم shouldn't هتبقى ايه؟ You shouldn't stay up late every night. If I were you، لو كنت مكانك، I would ask سوف أسأل أو أطلب my teacher for help، سوف أطلب من مدرسي المساعدة. استخدم should كده. هقول ايه؟ You should ask your teacher for help، يجب أن تطلب من معلمك المساعدة. السؤال اللي بعده don't talk when your teacher is explaining، ما تتكلمش لما المدرس بتاعك يكون بيشرح. shouldn't بقى هستخدمها ازاي؟ لا ينبغي عليك أن تتحدث عندما يكون المدرس يشرح. You shouldn't، والمصدر فين المصدر هنا؟ talk، الفعل الأساسي talk. You shouldn't talk when the teacher is explaining. طبعا هنا هي explaining بس يعني اتكتبت غلط speaking. السؤال اللي بعده بيقولي it's important to wake up early to be able to catch the school bus. مهم ان انت تصحى بدري عشان تلحق to be able حتى تكون قادرا على catch ان انت تلحق الاتوبيس بتاع المدرسة. تمام. should بقى ينبغي هتبقى you should فين الفعل هنا؟ wake up. You should wake up early to be able to catch the school bus. آخر سؤال don't forget to check your timetable every morning. لا تنسى ان انت تتحقق من الجدول بتاعك كل صباح. بيقول لي remember، يبقى remember remember to check your timetable every morning. افتكر ان انت تتحقق من الجدول بتاعك كل صباح. طبعا remember هنا فعل امر. وبكده لسنا يكون انتهى. الى اللقاء في فيديو اخر.